الله صباح الخير. تفضل وراتي. شعر البنات كان بيتهز قدامه يمين وشمال. استقبال ترامب في الإمارات استقبال غامض وبيحكي أسرار كتيرة. الرقصة اللي رقصتها البنات قدام ترامب الجميع اتفاجئ بحاجة غريبة جدا، وهو إن في بنات على الشمال وعلى اليمين شعرهم طويل جدا وبيهز نفسهم شمال ويمين. الناس للوهلة الأولى شافت إن البنات دي ما ينفعش تعمل كده قدام أي راجل، دول بنات عربيات. لكن الغريب واللي محدش خد باله منه إن الفتيات دي سنها صغير وليها اسم غريب جدا، اسمها رقصة العيالة النسائية. وين ابدا وين اخلي؟ ولكن يا مثقف يا فاهم، هذه يسمونها النعشه، ويسمونها من عاشاتهم في العاده ان البنات الصغار، وهو تراث ان نحن انهم يميلون بهالطريقه بشعورهم. ولكن اللي انت نسيت تذكره او ما حاب ان تذكره ان هالبنات تكون مستترات من راسهم الى ريلهم او من ركبتهم الى ريلهم عشان نحدد بالضبط، فما يكون في اي فلسفه زايده. فبتقول لي هذه شو؟ هذا تراثنا نحن وعاداتنا وتقاليدنا، ان لما يكون في استقبال او في حفل معين، هذه رقصه تراثيه معروفه عنا فيها كل حشم وادب واحترام. هل حاب اذكرك بنوع رقصه معين انتم تستعملونها؟ ما تحبها بتوقع، صح؟ لكن بتقول لي حتى انتم بالغتوا في استقبال ترامب. نحن نحدد طريقه الاستقبال تناسب اي شخص، مش انت يا عزيزي. خليك في نفسك في بلادك ولا تزودها.